شو رأيكم تجربوا هاي الفطاير على فطوركم؟ فطاير الدجاج بتتبيلة كتير طيبة والعجينة كتير قطنية وطرية واقتصادية بنفس الوقت. فيكم تعملوا فيها أي نوع معجنات تانية، أو حتى فيكم تعملوا فيها خبز البرجر، أو فيكم تعملوا فيها صمون. أول شي حضرت العجينة بصحن، ضفت كاس وربع من المي الدافية، وملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الناعمة. حركت المزيج شوي وتركته يرتاح تقريبا لمدة 10 دقايق. لما صار في رغبة على الوجه ضفت نصف كيلو من الطحين، تقريبا 4 أكواب طحين اللي استخدمته أبيض وخاص للمخبوزات، وضفت كمان نصف ملعقة صغيرة من الملح. حركت الخليط شوي ورجعت ضفت ملعقتين كبار من الزيت، أي زيت نباتي متوفر عندكم. بعدين بلشت أعجن على إيدي، عجنت العجينة كتير منيح لحتى صارت كتير ناعمة. تقريبا وقت العجن بياخد 10 دقايق. أهم شي تاخد العجينة وقتها بالعجن، إذا استخدمنا العجانة تقريبا بتاخد 6 دقايق أو 7 دقايق. لما صارت العجينة بهذا القوام غلفتها وغطيتها وحطيتها بمكان دافي، أخدت معي نصف ساعة. بهذا الوقت أنا حضرت الحشوة. بمقلاية ضفت 3 ملاعق كبار من الزيت، وضفت فوقهم فصين توم كبار. لما تحمر التوم ضفت نصف بصل صغير مقطعة، رجعت حركتهم لحتى استوى البصل، وضفت حبتين بندورة مقاس وسط مقطعين بهذا الشكل، ورشيت فوق البندورة نصف ملعقة صغيرة من الملح، ورشيت كمان رشة من السكر كتير بتعطيها طعم طيب. ضفت ملعقة صغيرة من البابريكا، فلفلة حمرا مطحونة، وملعقة صغيرة من الأوريغانو، الزعتر البري المطحون. حركت الخليط منيح ورجعت ضفت صدر من الدجاج مقطع قطعة صغيرة، تقريبا الوزن 500 جرام. طبعا هي الحشوة مناسبة لكمية العجين. ضلت حدك بالخليط لحتى استوى الدجاج كتير منيح، كانت النار طول الوقت متوسطة. وضفت قرن فلفل مقطع صغير، وربع كوب من حبات الدرع، وحتى كمان بتقدروا تضيفوا فطر معلب. قلبت المكونات شوي، وآخر شي ضفت تقريبا ملعقة صغيرة من الشطة اختياري. وهيك الحشوة صارت جاهزة عندي. بترك الحشوة لحتى تبرد تماما، وبعدين بنبلش بالحشي. لقيت العجينة مختمرة وصارت بهذا الشكل. أخدت العجينة وقسمتها ل10 كرات، كل كرة وزنها تقريبا 80 جرام. أنا رح أعمل حجم الفطاير كبير، فيكم تتحكموا بهذا الشي على ذوقكم. أول شكل عملته أخدت الكرة ورقيتهم بهذا الشكل، حطيت على حواف الدائرة شوية مي، وكفيتها بهذا الشكل لحتى صارت على شكل مثلث. حطيت بالنص جبنة مشللة سورية، فيكم تضيفوا بدالها جبنة أشقوان أو جبنة موزاريلا، وضفت فوق الجبنة الحشوة يلي عملتها، وبعدين سكرتها بهذا الشكل. طبعا طول الوقت كنت عم ضيف مي لحتى تلزق الطبقات ببعضها. هاد أول شكل. أما الشكل الثاني فجبت كرة ورقيتها بهذا الشكل، وحطيت شوي من الجبنة وفوق شوي من الحشوة، ولميتها على بعض بهذا الشكل، وبعدين طبطبت عليها أو ضغطت عليها بهذا الشكل لحتى صارت شكل دائري أو قريب على خبز البرجر. هلأ هذا الشكل تركته تقريبا يرتاح ربع ساعة قبل ما أحطه بالفرن. وحضرت حبة بيض، خلطتها مع ملعقة كبيرة خل أبيض ونصف ملعقة صغيرة من الأوريغانو. خلطت المزيج منيح، وبعدين غلفت فيه المثلثات بهذا الشكل. بهذا الوقت كنت محمية الفرن على أعلى درجة حرارة، تقريبا 250. شغلت الفرن بس من تحت. لما تحمرت كتير من تحت تقريبا أخذت وقت ربع ساعة. شغلت من فوق تقريبا لمدة 5 دقايق لحتى تحمرت من فوق كتير منيح، وهيك بصير شكلها. أما الشكل الثاني فدهنته صفار بيض مع خل ورشة فلفل، ورشيت عليه شوية سمسم وحبة البركة، وحطيته على نفس درجة الحرارة. بعد ما كنت مريحة هاي الصينية تقريبا لمدة ربع ساعة. وهي الصينية بعد ما طلعت من الفرن. وهيك بتكون وصفتنا لليوم صارت جاهزة، كتير سهلة وكتير طعمتها طيبة. بتمنى تجربوا هي الوصفة وتعطوني رأيكم بالتعليقات بعد ما تجربوها. إذا عجبتكم وصفتي لليوم ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة، وإن شاء الله بشوفكم على خير بفيديو جديد.